نحن قلنا المحافظة على المنطقة وكيان سمعة المنطقة وسمعة اللجنة، وقلنا بأنه اللجنة دي نالت قائمة الشرف على 156 لجنة بأنها هي اللجنة النموذجية الأولى، وعندنا فيها شهادة تقديرية من المحافظ بلال ورئيس المجلس التشريعي نزار محمد عبدين موسى. وأي زول عنده شك في هذا الأمر يتصل أوراق بلال قاعد في الخرطوم، محمد عبدين قاعد تلفوناتهم موجود في جمعياتهم هنا. طيب هذا اللجنة عكفت برضو على نفسها على أساس ما إنه تحافظ على النسيج الاجتماعي في الداخل وتحافظ على سمعة القرية، لأنه كل من هب ودب صغير وكبير ما تكون موقع مشكلة، ما تكون موقع بلاغات، ما تكون موقع يعني محاكم. نحن أنا رجعت يمكن السجل بتاعنا هنا ده الارشيف حقنا ده، لقينا في الفترة ده نحن حالين بالود والوفاق والصلح حلينا 831 مشكلة أسرية واجتماعية. أسرية واجتماعية يعني فيه يعني مشاكل خاص بالأحوال الشخصية، في مشاكل خاص بالميراث، في مشاكل خاص بالأراضي، في مشاكل خاص بنزاعات أسرية وفردية، كل هذه المشاكل نحن كنا مخصصين لها لجنة برئاسة شيخنا وعمنا وفقيهنا الشيخ فقير حسين من سنة 94 لغاية 2012. اللجنة دي كانت قائمة. الآن برضو يا جماعة هذا الدور نحن ما خليناه، كبير صغير بيرجعوا لنا ونحن ماشيين بيه. أنا وأخونا أحمد حامد ونايب ونشوف أهل الخير معانا في كل منطقة، بنمشي نقعد بالليل قاعدين نحلحل المشاكل ده، وده أمر دين، أمر دين، والناس يتعلقوا بينا في هذا الأمر بأنه الحلول اللي بنضعه حلول ماشي في العدالة والوفاق والإصلاح. وده يمكن نحن بنعتبره إنجاز كبير وبصمات كثيرة جدا جدا. والفترة اللي فاتت دي كلها يا جماعة يمكن أخواننا الموجودين برا ولا جوا ما سمعوا إلا ما ندر بأنه فلان وفلان ديل فاتحين بلاغ في محكمة، ولا ناس فلان في قضية أسرية، ولا فلان مشتكي فلان، ولا فلان في الحراسة، ولا فلان البوليس جا قبض. ما كافي، أصلا ما كافي. والأراضي يمكن الناس برضو اتكلموا فيه كتير وخشر فيه شوية تشويهات. نحن وزعنا الأراضي الزراعية، الأراضي السكنية 611 قطعة سكنية على حسب الارشيف بتاعنا. المعيار بتاعنا بأنه أي زول ما بالغ 18 سنة يستحيل نحن اديناه قطعة سكنية، ولو ما مستحق ما بندي. يبرز شهادة الميلاد بتاعه بمصور، وحتى أعضاء اللجنة بتاعنا. أنا ولدي الكبير بعد ما بلغ 24 سنة أنا اديته قطعة سكنية. وكنا حريصين جدا بأنه الأخوان في اللجنة الشعبية والأعضاء ما يستغلوا السلطة بتاعتهم لأولادهم لمصلحتهم الشخصية، وما يكونوا مميزين عن المواطنين، بل يكونوا قدوة للمواطنين. عشان كده كان في تساوي كبير جدا جدا، وفي عدالة كبيرة جدا، وما في نزاعات، اللي يستحق ياخد واللي ما يستحق ينتظر الاستحقاق. وقدرنا وزعنا 611 قطعة يا كويس. قدرنا برضو حوالي 13,000 فدان حسينا المواطنين في الداخل والخارج وفي الخرطوم وفي الاغتراب بأنه يسعوا على أساس ما إنه يضعوا يدهم في الأراضي بتاعت أبو شملة، لأنه كان في توقل من الجيران ومن شركات ومن غيره كان في طمع في هلع عليه. عشان نحن نحافظ عليه يا جماعة حسينا المواطنين وسهلنا لهم أمور التسجيل، وطلعنا نحن من الخرط المحلية بتاعتنا اللي عنده 10 واللي عنده 100 واللي عنده 200 واللي عنده 50 كله هذا على حسب مقدرته. مرة راجل قلنا لهم يمشي يشيلوا الأراضي في أبو شملة على أساس ما إنه نكون عندنا إن شاء الله ولا قدام نقدر نحافظ على الأراضي بتاعتنا شرق وغرب، يكون هي الامتداد السكاني وكده. الآن أنا يمكن عملت إحصائية
الأرانية اللي مرقت مننا 13,000 فدان، وفي جزء منهم جزء كبير قدروا سجلوا، وفي بعض الأخوان الجزء بتاعت الاستثمار صغير فيه 4 ولا 5 مترات، وباقي الناس في ناس كملوا في ناس ما كملوا. والآن نحن بنرى في المستقبل بأن الناس دي ممكن يضموا الحيازات بتاعتهم ويعملوا شركة استثمارية، وممكن يرفعوا 13 ده إلى 25 إلى 20 ألف فدان، ويبقى هي شركة كل واحد ياخد حيازته. الماخد الحيازة في الداخل يكون ماسك، والما ماسك كمان ينال نصيبه في الباقي، على أساس ما إنه كل واحد يحتفظ بحيازته، بعد ده يشوفوا كيفية الاستثمار مع مستثمر أو مع الجهد الاجتماعي أو تبرعات أو كده أو كده، على أساس ما إنه يقدر يستثمر هذه الأراضي وما تروح منهم بإذن الله تعالى. زي ما قلنا لكم يعني المحافظة على النسيج الاجتماعي من الفتنة والخصامات والهناية دي كان الديدن بتاعنا. من ضمنه عبر لجنة الأمن بتاعنا نحن كنا وضعنا خطة كبيرة جدا، كنا بنحارب محاربة كبيرة جدا انتشار الفساد الاجتماعي، الخمرة والمخدرات والشعوذة واختلاط البنات والأولاد وخلافه. يعني أنا بتذكر يعني الجبل بيقولوا بيتبني يمكن من خرسانة واحدة. يعني بتذكر أنا يمكن 3 أو 4 حالات بتاعت شباب كده متهورين بقى يركبوا خمور، والفترة اللي فاتت كله يعني يركبوا خمور ويستعملوا ويبيعوا منه. قدرنا داهمنا وعملنا كمينة عبر لجنة الأمن وعبر الشباب وعبر كده، قدرنا حاربنا وعملنا مداهمة ومشينا حاكمناهم، والكل يعلم انتهى. والله أنا واحد من الشباب اللي مشيت حاكمته واتجلد قدام القاضي لغاية الليلة، وكده يلقاني بيحترمني، والله بيبوس رجلي يقول لي والله الشيء اللي انت قدمته لي يا عبد الوهاب ده ابوي ما قدمه لي. انا كنت طاش، انا كنت اصلا يعني مضلل الطريق، الان مستقر وعنده اطفال وعنده كده، وساعدنا في الزواج الجماعي وعملنا له استقرار لغاية الليلة نحن بنعتني به. وشباب كتار طلعوا، وكان ممكن يعني في بعض الأشخاص برضو كان بيجوا من بنغلة من وين بيجي يبيعوا مخدرات مختلفة في سوري، برضو قدرنا عملنا لهم كمينة وداهمناهم وانتهينا منهم ووقفنا هذه المبادئ. والاختلاط الكبير بتاعت الأولاد والبنات برضو وضعنا عبر الندوات عبر محاربة كبيرة جدا قدرنا نوقف هذا الفساد. إداريا الفترة اللي فاتت دي كلها يا جماعة نحن كنا رابطين. هسه الناس بيقولوا شرق وغرب محل ما يمشوا يقول لك المؤتمر بتاع اللجنة الشعبية لو قامت هيجيب عبد الوهاب أبو لجنة، ما بيجيبوا عبد الوهاب أبو، مخيرين إن شاء الله يجيبوا أي زول لحق من الحكومة، ونحن ما جايين بعد الجهد وبعد اللي الشغل ده كله يا جماعة ضريبة بتاعت وطن. الناس قدموا ودارين الناس الجداد كمان يجي يقدموا أكتر. نحن دي كلها كان بصمات وضربنا بها أمثلة على أساس ما إنه ناس يجي يقتدوا بينا نحن ويمشوا لقدام. إداريا يا جماعة نحن كنا مرتبين نعمل اللجنة الشعبية بموجب قانون اللجان الشعبية ده، قانون الحكم المحلي، وعندها 2 وعندها سلطات. لكن نحن في اللجنة الشعبية بتاعت سوري ما استغلينا السلطة أو ما حسسنا أي مواطن بأنه في سلطة فوق رقبته، وما حسسنا نفسنا بأنه نحن عندنا سلطة مميزين عن المواطنين، بل نحن كنا زي ما بيقول المثل خادم القوم سيدهم. نحن كنا بنعتبر بأن نحن خدامين، والناس ما دام مقدرين جهدنا وواقفين معانا وقدروا ما نقول لهم مرة راجل نقول لهم يا جماعة ها يكونوا موجودين. والله أنا بتذكر سنة 2004 وقت عملنا الخط الرئيسي بتاع شبكة مياه سوري، عملنا اجتماع عام ونادينا النفير لا مرة لا راجل لا كبير لا صغير
والزول وقف ما في، قعد في بيته، ما في، البيوت دي كلها قفلت، الناس دي كلها كان في الشارع، الناس دي كلها كان في الشارع، نساوي شايلين الجرادل بتاعتهم، العصيرات وشايلين الافطارات بتاعتهم، والرجال ده زول فاتح دكان، زول شايل منجا نازل تحت، زول راكب له حمار، زول مدور له بابور، ما في. شواكيش وكواريك أنجزوا هذا الشغل، كان مقدر من ناس الهيئة ب4,500,000، ونحن ما عندنا القروش ده. من المفترض الناس يدفعوا ال4,500,000 ويكونوا قاعدين في بيوتهم، لكن كل البلد ده مرق، حفروا من بيت زبير تور الساب لغاية بيت صالح مقداد، حفروا الخطوط دي كلها وكسروا الحجار ونزلوا الخطوط دي بالمواصفات المطلوبة. بتذكر أنا هذه الملحمة الكبيرة جدا، لأنه اللجنة لو بقت لجنة متواضعة وحست في نفسها بأنها هي دايرة تخدم أهلها، هو الناس قدروا لها الحتة دي بتكون في ملحمة بتاعت قاعدة مع إدارة الرشيدة. نحن كنا واضعين استراتيجية معينة، يمكن كمجلس إدارة قانونيا أو كلجنة شعبية، كل 15 يوم عندنا اجتماع دوري، بنجي نناقش وبنشوف تقرير اللجان الفرعية كلها وبنجيزها. مع ده كنا واضعين في السنة 4 اجتماعات عامة للبلد، بنشاورهم في الكبير والصغير وفي قراراتنا، وقرارات البلد هو أعلى من قرار اللجنة الشعبية. كل 3 شهور عندنا اجتماع بين ناس البلد كلهم، ندعو لاجتماع عام، ناس اللجنة الشعبية يقعدوا، سوينا كده ودارين نسوي كده، رأيكم شنو؟ وكنا بنشاورهم ونستنير برايهم وبهنايهم، وما كنا قاعدين نفرض أي قرارات. عشان كده يا جماعة المواطنين هنا عندنا تفاعلوا وعندهم يعني تنوير كامل جدا جدا، وعندهم يعني عندهم المعلومة الكافية بأنه لجنتهم عملت شنو وصوت شنو ودايرة تسوي شنو، ومدى إخلاص ومدى أمانة ومدى صدق لجنته. عشان كده متمسكين بها رغم بأنه في سلطات من برا خشت عشان تنزح هذا الأمر. نحن كنا موزعين اللجنة إداريا إلى أقسام منبثقة على حسب حوجة خدمات المنطقة. يعني كنا عندنا لجنة بتاعت أمن تقوم بواجب الأمن، لجنة الكهرباء هي اللي قامت يمكن بنشر الكهرباء والأعمدة وتوصيل الكهرباء وإضافة المهندس. أي مواطن يتوصل 713 بيت يتوصل فيه كهرباء، زول طلع من بيته ما في زول مشى وقف له في شباك بتاع كهرباء، وما في زول مشى وجا من دنقلة وماشي وجا وماشي وجاي زي ما حاصل حس الآن 3 4 مرات انت تمشي دنقلة بعد ده تقدر توصل كهرباء. زول طلع من بيته ما في. نحن عملنا أتيام وجبنا الملفات من هناك في داخل سوري، كل الملفات ده اتملت ونحن مليناها بالشباب واللجنة بتاعتنا مع ناس الكهرباء، وأي زول قاعد في بيته كهربته وصله وعموده وصله قدام بيته، وأي بيت ما وصل الكهرباء بذلنا مجهود جبنا له العمود قدام بيته. ولجنة الأراضي برضو قامت بدورة زي ما أنا قلت لك، أو 611 عناية. ولجنة الزراعة برضو كان لها دورة يعني من توزيع الجزلين الزراعي والنزاعات الزراعية وخلافه. لجنة المرافق العامة هي اللي كانت مسؤولة برضو عن في الفترة الفاتت من كل هذه الإنجازات بتاعت الشفخانة وبتاعت الأندية، دور النساء والمدرسة وما شابه ذلك. لجنة الصحة برضو كان لها دور في إصحاح البيئة وما شابه ذلك، في إبادة الكلاب وكده، عندها إنجازات كبيرة. لجنة التعليم هي اللي كانت مشرفة على رياض الأطفال، على مجلس الآباء ومحو الأمية وما شابه ذلك. لجنة الإصلاح والمساواة ده نحن بنقول لكم لغاية حسا هي شغالة، هي اللي أنجزت 831 مشكلة توافقية. ولجنة اللجنة الشبابية عندها لجنة خاصة بالشباب تتولى أمر الشباب. المرأة برضو كانت عندها لجنة تتولى أمر المرأة. وهنالك كانت لجان مفوضة من اللجنة الشعبية ومكونة عبر الاجتماع العام. يعني اللجنة الشعبية بتفوض لجان معينة
وتتكون عبر الاجتماع العام وتاخذ صلاحياتها من الاجتماع العام. لجنة التكافل الاجتماعي، لجنة الصمود، لجنة المدرسة، فيما بعد تحولت إلى مجلس الآباء، لجنة المياه، ولجنة الزكاة. أنا الحقيقة داير أجيف على بعض اللجان من هذه اللجان المفوضة. لجنة التكافل الاجتماعي، هذه اللجنة مما تكونت من سنة 2009 حتى الآن، إيرادات 183 مليون، إيرادات 183 مليون. أوجه الصرف لبعض ده أصلا بس مخصص للناس المساكين أو الناس الفقراء أو الناس أصحابين الدخل المحدود اللي بيجيهم مرض، لأنه أي حاجة أنت ممكن ترتبه من بعيد، زواج عندك، مأتم عندك، أي حاجة، لكن المرض ده فجأة بيجيك، وعلى حسب التكلفة بتاعت العلاج الموجود في السودان ممكن يشيل اللي عندك والما عندك. في لحظة من اللحظات رقدت مستشفى في أي لحظات ممكن يعني التكلفة بتاعت العلاج صعبة هنا شوية. نحن بندعم كل واحد على حسب حوجته. لو الرقد يمكن في المستشفى بتاع سالي عنده يمكن 250 بنمشي نزوره ونسلمه، أو ركض يجي بياخد، اللي يرقد في ضمولة 500، اللي يمشي في الخرطوم برضه برسلوا له مليون. هذه المبالغ 184 مليون حتى الآن مصروف في هذا الجامع، ما قاعد تاني، ما في أوجه صرف. يعني المساكين والفقراء ديل بياخدوا حقهم في لجنة الزكاة. والصندوق التكافل الاجتماعي الآن لا زال فيه مبالغ وموجودة بطرفنا. لجنة الصمودة هي اللجنة المشرفة على الأراضي الحكومية، زي ما أنا ذكرت في موضوع عبيد والجري بتاع شرق سوري والأراضي المستثمرة في أراضي الصمودة، وبتجمع الأراضي تجمع الأرضيات من بعض البوابير المستثمرة في أراضي الصمودة، الأراضي العامة الما موزعة، 5 ولا 6 بوابير يجمعوا منها الأرضيات. الآن خزينتهم يمكن يقارب إلى كم 50 مليون، يعني الآن خزينتهم فيها زي كم 50 مليون. دي يا جماعة الناس ما يسمعوها، بالذات المغتربين يقولوا يا أخي ادوا المركز الصحي ولا ادوا المدرسة. ده خاص بالصمودة بتاعت 37 ساقية، ما للمرافق العامة حقته. هم اللي بيقعدوا يقرروا بأنه مبلغهم ده يسووا فيها شنو، يوزعوا على السواقي، يدوها، يكون قاعدة يدوا للمرافق العامة. ما في جهة ما، يعني ما مبلغ عام 100%. عشان كده ده مخصص ل37 ملاك السواقي بتاعت 37 ساقي، منها الرسوم بتاعت الجروف والهناية دي اتدفعت، في حاجات بتجي في أراضي الحكومية بيدفع منها. لجنة المدرسة هم يمكن قاموا بتشييد المدرسة زي ما أنا ذكرت، بعد ده يتحول إلى مجلس الآباء، ومجلس آباء نموذجية حتى الآن بتدير هذه المدرسة. لجنة المياه هي اللي كانت بتشرف على المياه قبل ما يتوكلوا عليها ناس التسيير وما شابه ذلك. لجنة الزكاة قائمة بواجبها كاملا مع ديوان الزكاة برأس أخونا أحمد حامد، وقائمة بدورة بالتنسيق مع ديوان الزكاة، كل في إعانات وفي مرتبات وفي دعم عيني وفي دعم مادي بتجي بوزعها بصورة العادلة بين الفقراء والمساكين والأيتام. عليكم السلام. يا جماعة هذه الإنجازات تمت يمكن كخطوط عريضة اتعاقب عليها أو يعني قامت على أكتاف أشخاص من سوريا، يعني ضحوا
يعني بالنفس والنفيس إلى أن وصلوا إلى هذه الغايات، إلى هذه الغايات. أنا أذكر يعني بأن الناس اللي كان عندهم بصمات في هذا الإنجاز الكبير وفي هذه الصرخ وفي هذا الشرح الكافي اللي أنا شرحته في اللجنة الشعبية، اللي اتعاقبوا على كل الدورات. يعني كل سنتين في شخصيات بتجي تتولى أمر اللجنة الشعبية وبتجي تبني بالشيء اللي كان ماشي عليه الناس اللي قبل منه، إلى أن وصلوا إلى هذا الأمر إلى 2012. يعني من 1994 إلى 2012 الشخصيات اللي اتعاقبوا على اللجنة الشعبية هم للتذكرة يعني وللتاريخ. كان يعني شخص ضعيف الشيخ زبير رساب، الشيخ فقير حسين محمد، الشيخ محمد سعيد محمد خير، عبد الله إدريس خلف، خالد عثمان فضل، عبد الحي محمد فرجون، أحمد محمد حامد، عبد العزيز ساتي محمد، محمد عبد اللطيف فقير، علي عبد الرحمن خمال، أسهر محمد سعيد خمال، علي العمدة محمد خمال، إسماعيل علي زبير، وعبد محمد علي بشير عبد شايقه، شمس الدين محمد علي، سيف الدين عوض، أحمد سعيد عثمان، محمد داكوب، حسن عثمان، محمد طه، مجدي نعمان عبد الحي، مهدي محمد علي، عبد محمد علي الأمين، عمر المرحوم، عمر عبد محمد علي، عمر علي الإمام، الطيب عثمان شنكولي، سعيد سيد فرح، فؤاد سيد علي طه، عبد الحليم إبراهيم حسنين، حسوب محمد المرحوم، حسوب محمد حسنين، عبد الباسط محمد علي مرغني، والمرحوم سعيد علي محمود، ريحان عثمان، درار ساتي، الشيخ بدوي فقير رحمة الله عليه. كان رجل عنده وفاء كبير جدا لغاية ما توفى، كان بيبذل مجهود كبير جدا. نور الجليل محمد أحمد، حسن الساب، كمال درار أحمد النور، نصر الدين طه حربي، عبد الرحيم عبد العزيز محمد نور، الطيب عثمان شنقولي، نقد الله عبد الحي، عثمان عبد السلام، حجازي محمد أحمد، سعيد أحمد الأسد، علي محمد علي تابر، الشهيد عبيد إدريس علي تابر، عباس عوض علي ناصر، بدر الدين نعمان، وعوض الجزولي لفترة صغيرة. والناس اللي اتعاقبوا على الجمعية الزراعية من 98 إلى 2015 أو حتى الآن: زبير تورساب، عبد الحي محمد فرجون، عبد الوهاب أبو عثمان شنقولي، الحاج حمود، عبد الهادي محمد علي بشير، حسوب محمد حسنين، فقير حسين محمد، محمد سعيد محمد خير، إسماعيل علي زبير، محمد عبد اللطيف محمد فقير، عبد الله إدريس خلف، عثمان عبد السلام، عبد الحميد عثمان صالح بشير، عبد الكريم عثمان محمد خير، عبد الرازق محمد أحمد كوكو، عبد الرحمن أحمد عبد الوهاب، عبد السلام شكري، يسري خيري، عبد الكريم عثمان فضل، الصادق عبد الله أحمد، حسن عثمان محمد طه، سيف الدين عوض، محمد مختار عثمان، عبد الله إدريس خلف، عبد الواحد جلال خلف، نصر الدين طه، مجدي نعمان عبد الحي، الطيب عثمان شنقولي، محمد عبد السلام أحمد، إسماعيل محمد عثمان عبد الحميد، شعيب عبد السلام، عوض علي ناصر، عباس عوض علي ناصر، حسن عبد الله فرح. ديل الناس اللي اتعاقبوا وأنجزوا الإنجازات اللي نحن ذكرناه في جمعية سور الزراعية التعاونية من 1998 إلى 2015. وذكرناهم بالأول هم اللي اتعاقبوا على اللجان الشعبية في كل الدورات من 1994 إلى 2012. والذين عملنا في اتحاد المرأة مع هذه اللجنة وتطويرها من 1994 إلى 2012 كانت هاجر الزبير علي نقد الله، أحلام عبد عثمان خليفة، منى نعمان عبد العزيز، خضرة محمد أحمد عثمان، خدم الله فضل أحمد،
سعيدة محمد عوض الله خمال، حنان نعمان عبد العزيز، ظريفة إبراهيم سيد أحمد، نوسة عبد العزيز ساتي، فتحية أنور محمد أحمد، عايشة محمد علي بشير، سامي عوض السيد إدريس، نواهد إسماعيل بشرى، مرفد محمد علي القوس، آسيا ساتي عبد الرحيم، أفراح طه حربي، حليمة جعفر محمد السماني، زينب عبد التام، انتصار نور الجليل، آيات حسن علي ناصر، سعاد محمد أحمد، سعاد زبير محمد زبير. والناس اللي اتعاقبوا على لجنة الصمودة من 1997 وحتى 2015 بدأوا فقير خليفة، عبد السلام شكري، محي الدين قاسم، أحمد محمد حامد، عوض عثمان حمد، محمد سعيد محمد خير، عبد الوهاب أبو، عبد الله بدوي، عبد الرازق محمد أحمد كوكو، حجازي محمد علي زبير، محمد عثمان محمد طه، عثمان شنقولي، حسن إبراهيم، حسن محمد إبراهيم، حسن شريف عثمان، زبير طور الساب، محمد دكوم، سيف الدين عوض، سعيد سيد، الحاج حمود، سعد عبد الرحيم، إبراهيم نصر صالح المرحوم، محمد أحمد عبد الوهاب المرحوم، أحمد بشير كوكو رحمة الله عليه، محمد علي بشير رحمة الله عليه. والذين يمكن أيضا بذلوا مجهود وقاموا بتأسيس مدرسة الثورة من 1994 وتعاقب على مجلس آباء مدرسة الثورة، عبد الوهاب أبو، أحمد محمد حامد، عبد الحي محمد فرجون، عبد الوهاب أحمد، عبد الله إدريس، عبد السلام شكري، حسين محمد عالم، معاوية صالح فرجون، وبكر محمد صالح فرجون، وحسن شريف، حسن محمد إبراهيم، عبد الواحد السيد، زبير طور السابق، طيب عثمان شنقولي، بدر الدين نعمان، إسماعيل علي زبير، الصادق عبد الله أحمد، محمد بابكر حاج، فؤاد سيد علي طه، سعود أحمد الأسد، عوض صالح علي صالح، مرفد محمد علي بشير، مرفد بابكر ساتي، مصطفى محمد علي بشير، جعفر طه حربي، عمار عبد محمد علي، عبد الواحد نعمان عبد الحي. لأن الناس القدام والجداد. وفي بعض الأسامي بتاعت البنات ذكر في هذه مجلس الآباء، لأنه المدرسة أصلا مختلطة يا جماعة، فيه البنات والبنات، وبالتالي وكده يجي ينعقد المؤتمر العام بتاعت المدرسة عشان يختاروا مجلس الآباء في كل سنتين، بيجوا الأمهات وبيجوا الآباء. عشان كده المدرسة ما دام مختلطة لابد من إنه يكون في تمثيل للأمهات، عشان كده ذكر يمكن اسم البنتين ده. ولو جينا الإنجازات الكبيرة بتاعت لجنة التسيير، في إبريل 2014 تم تكوين لجنة التسيير في 10/1/2013. 2014 حاولت هذه اللجنة على أساس ما إنه تجمع المواطنين، وعمل اجتماع عام في الجامع العتيق. أنا ما عارف الخوف كان من شنو. أول حاجة عملوا الاجتماع، الناس المسؤولين يمكن كان 10% من المواطنين بتاع سوريا، وموجودين يعني حارسين نفسهم بقوة بتاعت شرطة. نحن رسلنا ناس فيه 30 شرطي حارسهم لاجتماع عام. طيب بعد منه يتعقد اجتماع سياسي في شهر 6 يونيو 2014 أيضا بقوة بتاعت شرطة كبيرة قدام بيت محمد عبدين. المحطة بتاعتنا بتاعت الموية حاول هم ياخدوها والمواطنين رفضوا يسلموهم، لجنة الموية أبد تسلمهم، ومشى فتحوا فيها بلاغات عشان يستلموها عبر القاضي، والقاضي شطب البلاغات، بلاغين شطبوها. أما قدام لجنة الحماية ضد لجنة المياه
البراسه اخونا محمد عبد اللطيف وما لقوا فيه شيء. وبالتالي في النهاية مشى نسقوا مع المعتمد السابق وجابوا قوة بتاعت شرطة. جاء الساعة 4 صباحا احتلوا المحطات وكسروها وعملوا الخيم بتاعته شهر كامل. ناس الشرطة حارسين المحطات بتاعهم. المؤتمر بتاعت السوري اللي بقى الحديث العام للسودان والحديث الإقليمي، حديث الداخل والخارج، واستشهد فيه أخونا عبيد محمد خلما عبيد إدريس. ده برضو كانت فيها قوة كبيرة جدا بتاعت 50 شرطي مدججين بالسلاح. ده رد تفاصيل شوية يمكن لهذا الحيز. نحن المؤتمر قام في 2013 تقريبا، ولا كان 2014 يوم 11/4. نحن مشينا قابلنا فيه الوالي بأنه المؤتمر الوطني ده لابد من انه يفتحوها والناس كلها يخشوا فيها. قال ما عندهم مانع. الخطاب بتاع الوالي موجود معنا. اي زول داير يمشي المؤتمر ما في زول بيمنعه، يمشي يؤدي البيعة ويخش المؤسسات بتاع الحزب. نحن سنة 2014 كنا لجنة الشورى برئاسة أخونا فؤاد سيد علي طه، وهم ماخدين المكتب التنفيذي برئاسة محمد سعيد محمد خير. قعدوا هم في بيت محمد عبدين رتبوا للمؤتمر، ونحن قعدنا في الشركة كلجنة الشورى رتبنا للمؤتمر وحشدنا ناسنا. حشدوا ناسهم هم حوالي 193 نفر بيجوا، ضللوهم والغشوهم والأغروهم، حتى اتضح لنا أخيرا بأنه 3 حافلات جات من قرب جنوب من النساوين بتاعنا وجا كملوهم، جا دخلوهم هنا باسم سوري. نحن ناسنا اللي حشرناهم عشان يحضروا المؤتمر ويأدوا البيعة ويشيلوا يخشوا يتنافسوا في المؤسسات بتاعت العناية، كان على الحصر اللي نحن جينا حصرناهم ببرا في بيت أخونا فضل علي بشير بالكشف والكشف الليلة موجود 630 نفر، 830 نفر شخص، مرة راجل شباب مشوا على البوابة على أساس ما إنه يخشوا. طوال ضربوهم بالشرطة قالوا ما بتخشوا. ناس الشرطة قالوا إحنا ما عندنا مانع ندخلكم. هم جو من جوا قالوا الناس ديل ما يخشوا. طوال البومبان الناس دافروا في الباب عشان يخشوا، ضربوهم بالبومبان والطلق المطاطية. لا ما قتلوا لنا الزول والجرح فيه يمكن 5 ولا 6 أنفار. ده نحن بنعتبر بأنه من الجرائم اللي ارتكبتها لجنة التسيير. أساسا الآن بيقولوا أصلا هم في الإشاعات بتاعتهم على أساس ما إنه يبرروا نفسهم يقولوا لك بأنه ناديت جو داهمونا وسووا ونحن ما مسؤولين منه. بالليل هم عندهم اجتماع يوم 10 في بيت محمد عبدين نبهوا المواطنين ومش هددوا ناسنا، قالوا لهم يا جماعة في شرطة وفي أمني وفي شاهد. طلعوا يمكن مع عبد المنعم محمد أبو بكر بالحرف الواحد طلع لأكثر من 10 ولا 15 بيت في بيت دراسة قال لهم ما تمشوا لأنه في شرطة وفي أمن وحيضربوكم. أساسا الضرب والإنادة مبيت من جوا. والمؤتمر أصلا مؤتمرنا نحن كلنا والناس ما كان يعني مبرر بأنه يضربوا أهله ويضربوا لمستوى إنه يضربوا أهلهم وخالاتهم وعماتهم وأطفال ونساوين كبار ورجال كبار يتضربوا بالبومبان على أساس ما إنه يقعدوا في مكاتب المؤتمر الوطني على مستوى القرية، لدرجة إنه يكونوا قتلوا زول. وفي النهاية بالشرطة هم مشوا بيوت. لو كانوا جو معرقين اليوم دي أو ديل لو كان خش لهم كان حتكون مجزرة كان حتكون، أنه تصرفوا تصرفات بتاع الجريمة
وخالي من القيم الإنسانية وخالي من كل الأعراف. لأنه يمكن أنا الفترة بتاعنا دي كلها بتاعت 18 سنة ده اللي أنا ذكرت فيه، وده شرطي واحد ده خاش لنا في سوري بافي. بل نحن كنا حريصين، أنا ذكرت بأنه 831 مشكلة نحن حليناها اجتماعيا عشان ما يتعرض ولا مرة ولا راجل لرجل شرطة في القولد ولا في الخندق ولا المحاكم. لغاية الليلة، لغاية هذه اللحظة اجتماع عام واحد ناس لجنة التسيير دعوا ليها وقعدوا فيها الناس وعرضوا فيه نفسهم وعرضوا فيه اجتماع ما في. أنا زي ما قلت لك اجتماعين طلعوا برا الشارع وكان بالشرطة، وكل اجتماعاتهم خارج إطار المواطنين في بيت محمد عبدين في الصالون حقهم. هم أصلا اللي اختاروهم هم 10 تنفار، وكي جا شافوا بأنه الأجندة بتاعتهم غير صحيحة وما جايين لخدمات البلد وجايين لضرر البلد وجايين لتدمير البلد وجايين ل كل ما بني في السنين السابقة، قدموا استقالات كتار جدا. الآن المتبقي، وأنا للتاريخ بتحدث، الآن الموجودين في الساحة محمد عبدين وعلاء الدين مهدي وحجازي محمد أحمد فقط من 10 تنفار. الباقيين ديل فاتوا، فيهم عبد محمد علي، فيه أحمد سعيد، فيه محمد دكوم، وفيه صالح درديري، وفيه عبد الرحمن حامد، وفيه عبد القادر محمد عبد الله. ديل كلهم قدموا استقالاتهم فاتوا. ناس ما يتوهموا برا بأنه في لجنة بتاع التسيير موجود. لازم الناس يعرفوا الحقيقة. وللأسف الشديد هذه اللجنة أو ال3 تنفار دين بيستمدوا الصلاحية بتاعتهم وتوجيهاتهم وتعليماتهم من مرة من سعاد أحمد نصر العاملة نائب مدير العناية. دي اللي هي توجههم، هي اللي تقعدوا، هي تاريخ سوريا يا جماعة. نحن لو أخذناها من زمن أجدادنا كان بيرأسوا القرى الحوالين. الآن من المذلة والمهنة والإهانة بيهنوا سوري برأسها مرة وبتلفون. لغاية 200 نحن نقعد نتفرج، لغاية 200 نقعد ننتظر. في إهانة أكتر من كده؟ بالنسبة للنواحي الأمنية، موضوع يمكن عبيد وأولاده. هذا الرجل بيعتدي بأولاده ببهايمه على الأراضي والممتلكات بتاعنا للرعي، ومجرد ما صاحب الأرض أو صاحب الزراعة يمشي يقول أنت بدون إذن جاي، ما عندهم رد إلا الضرب، لأنه ده توجيهات أبوه. نحن آخر مشكلة وين واحد فيهم؟ آخر مشكلة كان بتاع ضربوا أولاد صغار هم 16 سنة و12 سنة. ضربوا عمنا حسن عبد العزيز في جزيرة السال. الزمن ده نحن لسه ماسكين اللجنة الشعبية، ده كان في شهر 1 2012. الأحداث وقت كترت، كل يوم ضاربين ده وضاربين ده، ومع حسن عبد العزيز عوض عبد الله خرشي وضاربين عبد الله إدريس عبد السلام ده محمد عبد السلام وغيره وغيره. كلجنة شعبية قعدنا اجتمعنا على أساس ما إنه نضع حد أساسي لعبيد وأولاده. وزي ما أنا ذكرت لكم بأنه هو كان عنده محاولات كبيرة جدا لخلق فتنة واختراق للأراضي بتاعت جزيرة سوري، زي ما ذكرت لكم بالتفاصيل والمستندات، وقدرنا وقفناهم. الآن كان بيرعى بهايمه وينتهك وبيقول ده أراضي حكومية وما حقتكم ما سوى لكم يا كده ويا كده ويا كده. ورأينا بأنه نحن نخش في اجتماع عام ونضع حل له هو، لأنه كل يوم يعني هو بقى مصدر
بتاعت انتهاك أمن للقرية وتحديد للأمن للقرية. جينا نحن يوم 2/1/2012 عملنا اجتماع عام يوم جمعة، دعينا فيه كل الأربع مساجد في مسجد محمد خير، وبتذكر الحضور بتاعنا هنا مسجل. جاء 480 مواطن كان، بما فيه هو واخوانه واولاد اعمامه. وديناه دعوه خاصه قلنا له تعال البلد. جينا سردنا له المشاكل بتاعه لغايه يوم 1/12 كان الانتهاكات بتاعت الضرب هو واولاده بسبب بهايمه للناس 13 مشكله، كله سردنا بالتاريخ. وقلنا له يا اخي اديناه فرصه، ده قدام البلد. حتى بتاع حسن عبد العمنا حسن عبد العزيز ده نحن نعتبره اخر مشكله بالنسبه لي. تجي تعتذر، اول حاجه جشيل فات ده كله، وتمسك اولادك وتمسك بهايمك من ممتلكات الناس، وتلتزم بانك زيك زي اي واحد من الخمالات ولا من العرب بتاعنا، تحترم نفسك وتحترم الناس، ما تعتدي على الناس وتمشي لقدام. والماضي ده كله تعتذر. ادينا الميكروفون، حلف باللي يقطعه بانه ما يعتذر، وحلف بانه هو ما يقيف من الاراضي بتاعنا ومن الرعي ومن كده، بانه ده اراضي حكوميه وما حقتكم ونحن نحن قلنا له يا اخي لا، اما تعتذر يا اما نحن كبلد حنتخذ قرار ضدك. وفعلا هو موجود، واولاد اعمامه ده كله، اولاد اعمامه يمسكوا الميكروفون يشحدوا قدام البلد يقولوا له اعتذر والتزم، اعتذر والتزم. رفض، وقت رفض نحن طوال قمنا اتخذنا قرار بتاع بلد بالاجماع. القرار قمنا كتبنا لمعتمد محلية القولد وهو رئيس لجنة الأمن بالمحلية، ودينا صورة قال للشرطة وصورة لهناك، واتخذنا قرارات. القرار بيقول بأنه الموضوع قرارات المؤتمر العام بسوريا حول مشاكل المواطن عبيد محمد خمال، بالإشارة إلى الموضوع على بخصوص المشاكل المفتعلة والمتعمدة من المواطن عبيد محمد خمال، حيث انعقد اجتماع عام بسوري بتاريخ 20/1/2012 بمسجد الشيخ محمد خير سيد أحمد عقب صلاة الجمعة مباشرة، وبحضور المذكور أعلى وتناول الاجتماع كل المشاكل الذي تسبب فيها المواطن عبيد محمد خمال بصورة متعمدة مع القرية عامة، والتحدي السافر الذي يمارسه مع أهل المنطقة في سواقيهم وممتلكاتهم، مما شكل ذلك خرقا أمنيا واضحا وإرهابا سافرا للطمأنينة والاستقرار، حيث تجاوز مشاكله وتعديه على بعض المواطنين بالضرب والإرهاب والتهديد وعدم استقرار أمنا بصورة واضحة ومتعمدة ومستمرة وبصورة جادة، حيث تجاوز هذا الأمر السافر إلى 13 حالة في فترة وجيزة. وبعد النقاش والمقترحات وإعطاء الفرصة للتعقيب والدفاع عن نفسه، طلب منه الحضور الاعتذار عما بدر منه وأولاده والعزم بعدم التكرار مرة أخرى والكف عن تلك المشاكل والنزاعات الإرهابية، ولكنه للأسف الشديد رفض ذلك وصرح على الملأ أعمل الدائرين. وبعد هذا التصريح المؤسف منه اتخذ الاجتماع العام حزمة من القرارات على حسب ما جاء كمقترح من اللجنة الشعبية بالإجماع العام، ونص تلك القرارات على الآتي: 1. المقاطعة الكاملة له اجتماعيا في السراء والضراء. 2. مقاطعة أي شخص يتجاوز قرارات الاجتماع العام ويقوم بالمعاملة معه. 3. مقاطعة كل مصالحه التجارية والخدمية وخلافه. 4. القيام بمنع أولاده وبهائمه من جميع سواق سوري بكل الطرق الكاملة للمنع والمتاحة للجنة وخلافه. 5. إنشاء صندوق مالي خاص لتنفيذ قرارات الاجتماع العام. 6. تكوين لجنة عليا لمتابعة تنفيذ كل قرارات الاجتماع العام.
7. التزام كل أهالي سوري بالوقوف مع أي شخص يقع عليه أي أضرار من عبيده وأولاده، وذلك وقفة رجل واحد حتى يسترد حقه قانونيا واجتماعيا ومعنويا. 8. التزام اللجنة الشعبية بمخاطبة الجهات الأمنية والشرطية والإدارية والقانونية بقرارات الاجتماع العام، وذلك للإجراء اللازم معه تحسبا لأي ردود أفعال منه ومن أولاده. 9. تسري هذه القرارات حتى يتم اعتداله للصواب والاعتذار للاجتماع العام بالقرية والتزامه بعدم الرجوع إلى هذه الانتهاكات المذكورة مرة أخرى، والله ولي الأمر والتدبير، وجزاكم الله خير. صورة إلى مدير شرطة المحلية، مدير أمن المحلية، وكيل نيابة المحلية، مدير وحدة البورد الإداري. هذه المذكرة أو هذه القرارات تم تنفيذه ونزل في أرض الواقع آنذاك شهر 1/2012، وقدرنا وقفناه هو وأولاده وهو، وعبر هذه اللجنة والصندوق والتنفيذ وقفناه وحجزناه إلى أن يمكن ساق بهايم ومشى في جهته، إلى أن جاء لجنة التسيير وقفناه وقاطعناه وعملنا كل ما في الأمر في هذه الفترة كلها، ما حصل منه أي مشكلة. أول ما جاء لجنة التسيير يحتضنوا عبيد ده، وجاء طالع وجاء ببهايم وينزل بالقوة في السواقي، وجاء انتهك الناس وضرب الناس، والبلاغات الآن الموجودة من عبيد وأولاده ضد الناس أو الناس ضده يتجاوز يمكن 15 بلاغ. ده كله نحن بنحمل المسؤولية الكاملة لناس لجنة التسيير، وما احترموا قرارات البلد، وده دليل واضح جدا جدا بأنه هم ما شغالين لمصلحة البلد. لجنة التسيير ده ما يسمى هي يستمد اللجنة أصلا أي لجنة شعبية أو لجنة طوعية يكون البلد بتستمد قراراتها من الاجتماع العام. أي حاجة كبيرة عليها أو على صلاحياتها بتجمع الاجتماع العام وبتستمد قراراتها، لكن ناس لجنة التسيير بياخدوا تعليماتهم من بتلفون من ناصر الدين وينفذوا فيها، ما عليهم بالبلد، ولا يوم اجتمعوا بالبلد، ولا رجعوا للبلد، ولا أخذوا قرار بلد، ولا أخذوا نصيحة بلد. وللأسف الشديد مع ده كله بعض السوراوية في مواقع التواصل الاجتماعي يدافعوا له. الو الو عليكم السلام. معلش نحن في اجتماع وقلوا بعد. نعم في اجتماع نحن. وهم يسببوا يمكن في الخصامات والخلافات والفتنة الموجودة داخل قرية سوري. خلقوا خلافات ونزاعات وانشقاقات أسرية وخصامات وفتنة داخل النسيج الاجتماعي بتاع سوري، اللي نحن يمكن بذلنا فيه مجهود كبير جدا جدا في الفترة الفاتت زي ما أنا ذكرت. بدل عن ذلك نحن حلينا 831 مشكلة. هم فتحوا، هم ذاتوا ناس لجنة التسيير فتحوا في الشخصيات اللي أنا ذكرتهم، القيادات اللي أنجزوا هذا الأمر، فتحوا فيهم 36 بلاغ كيدي عشان يدمروهم وياخدوا البلد بالقوة. 36 بلاغ بما فيه المعتمد، بما فيه هم بلاغات كل يوم الناس ماشيين جايين شايلين لهم حس البلد. كل هذه البلاغات اشتطبت في وشهم، لأنه بلاغات كلها كانت كيدية، بلاغات كانت كيدية، وبلاغات ما مسنود إلى أي مادة قانونية أو إلى جريمة معينة، حرب نفسي للناس وإرهاب، على أساس ما إنه ما يعترضوهم، ما يقفوا في ضربهم،
يدمروهم كل واحد عشان يلزم بيته. هذه البلاغات دي كلها شطبت، والآن الناس بتسعى على أساس ما إنه يفتحوا فيهم تاني بلاغات بتاع اتهام كاذب عشان يستردوا حقهم. وده نحن والله بنأسف لها أسف شديد جدا جدا الأزمة اللي وصلت به سوري. وحاولوا هم برضو الدخول في لجنة الجمعية واحتلال اللجنة بتاعة الجمعية وخرق لجنة الجمعية، ولكن ما لقوا أي سند قانوني. والحمد لله لجنة الجمعية قائمة بذاتها. وانت يمكن أخونا عبد الحي ذاته بالذكر يمكن سنة 89 والتاريخ يعيد نفسه. ناس لجنة الإنقاذ الزمن ده ناس حسن الطايب حاولوا عبر المحلية عشان يخترقوا لجنة الجمعية وياخدوها، وما لقوا فيه سند قانوني. والآن التاريخ يعيد نفسه، برضه هم حاولوا وما قدروا. ولأنه الجمعية دي يا جماعة جمعية بتاعت مؤسسات بتاع مواطنين وصلاحيات العليا للمساهمين وليس للحكومة وللحكومة. لو كان عندها مساهمة فيها كان يمكن يكون عندها دور كده. والمجلس الآباء بتاعت المدرسة الناس جا قعدوا وقولوا بحضور مدير تعليم محلية القولد، كونوا مجلس الآباء بصورة نموذجية جدا وشالوا ودوه المحلية اعتمدوها بعد 3 ولا 4 يوم. نصر الدين كان في السعودية هناك يجعجع وحايم ضدنا، جا طوالي عن طريق المعتمد عطل مجلس الآباء. مجلس الآباء الآن مجمد والمدرسة شغالة بدون مجلس آباء، والمدير بدون صلاحيات قانونية يجمع في رسوم الأطفال. يعني لو في زول مشى يشتكى ولا فتحوا بلاغات ضده عندهم الحق في هذا الأمر. ده اختراق قانوني واضح جدا جدا. إن انتشار الفوضى الأمني بقى منتشر في المنطقة، الاختراق الأمني بقى موجود، والسرقات ظاهرة السرقات رجعت للمنطقة بعد ما نحن كنا حاسمينها حسم كبير جدا جدا بمراقبة ليلية وبكمائن عن طريق لجنة الأمن. الآن السرقات بقت نهارا جهارا أكثر من الليل، وانتشرت الفوضى وانتشرت النزاعات والخلافات وانتشرت الخمور والمخدرات بجميع أنواعها، وانتشر الفساد بين الأولاد والبنات بصورة واضحة. ليس هنالك رقيب وليس هنالك سائل لهذا الأمر، والمنطقة خشت بعد هذا الجهد الكبير اللي نحن بذلناه خشت في أزمة حقيقية. ونحن بنرى بأن هذه الأزمة خلاص قابل